If you joined here to Crazy Design, you are the one of the 1% craziest. Welcome home. اللكتشر النهارده عن المارك. انا كنت كاتب التوبيك يعني كنت قايل عبد الرحمن يكتبه الماركت تشالنجز فروم ديفرنت برسبكتيفز، بس هو مينلي هيبقى الوصف على مجموعه aspects you have to consider in your plan. مثلا لو حد فيكم حابب يشتغل في الماركت بتاع الكرييتيف اندستري، عايز يشتغل ديزاينر، انتيريور ديزاينر، فرنتشر، برودكت، اركيتكتشر اند وات ايفر، في سكيلز اناليسيز وكارير ديفلوبمنت محتاج يشتغل عليه عشان يوصل لكاتيجوري كويس يعني. هو ده بيشتغل؟ اوكي. انا اسمي احمد ماهر، انا بدرس في جامعه انجليزيه موجوده في مصر اسمها كوفنتري يونيفرسيتي، هي فاتحه في العاصمه بقى لها حوالي 4 سنين. قبلها كنت بدرس في الجامعه الالمانيه في التجمع الخامس، وقبلها كنت بدرس في اكاديميه شروق، وقبلها يعني انا كاريري اغلبه اكاديميك، بس في نفس الوقت بشتغل في الماركت بقى لي 13 سنه. طبعا اتس ا بيج ستراجل ان انا اقدر تو بالانس ما بين اشتغل في الجامعه واشتغل في الماركت وابقى متجوز وعندي اطفال وعندي مسؤوليات وبتاع. طبعا ما عنديش I have no zero social life، بس بحاول بقى تو ميك ات سوشيال مع كريم مثلا، مع عبد رب، ومع يعني بحاول اتحرك وسط الناس يعني على قد ما بقدر. باي ذا واي ده مش انا يعني، انا لو عملت كده وارد ابقى نفس البروفايل، بس انا مثلا كان في ستودنت عندي في جي يو سي، في ناس قاعده دلوقتي موجوده كانوا ستودنتس عندي في جي يو سي، وفي ناس قاعده كانوا ستودنتس في اكاديميه شروق، وانا طبعا دي حاجه ام سو براود اوف. بس مثلا كنت مره ماشي في الجامعه ولقيت واحده من الستودنتس وقفتني، قالت لي ده لتر يعني يعلم ربنا اللي اتقال ده حصل بالظبط. قامت قايله لي انت طلعت مشهور يا ماهر صح؟ قلت لها لا انا عادي يعني. قالت لي لا انا شفت في فيرجن ميجا ستور، انا كنت ماشيه ولقيت سي ديز عليها صورتك ومكتوب ماهر حتى. فقلت لها مستحيل يعني، انا فكرتها نمره يعني ايه، حد بينمرني او بيعمل عليا سكتش يعني. وبعدين طلع قصدها ماهر زين. دي كانت مفاجاه يعني، والله ما بهزر. يعني هو لما رفع وشه بس اسمه ماهر برضه يعني، شوف الصدفه الغريبه، هو كاتب ماهر وانا بيقولوا لي ماهر، فهي خلاص البنت بقى عندها قناعه ان انا ماهر زين، بس انا لا، انا احمد ماهر يعني، انا الشخص اللي هيظهر دلوقتي ده بس يعني. ده هنا عشان اتصورت الصوره دي مخصوص عشان بس اشوف ابقى نفس البروفايل ولا لا، بس اكتشفت ان عندي شنب ابيض وشكلي مختلف وكده. طيب ندخل في الموضوع. انا بشتغل في كوفنتري واشتغلت في جي يو سي قبل كده. انا سيرتيفايد انستراكتور فروم اوتوديسك وسيرتيفايد انستراكتور فروم سكتش اب، درست مع عبد الرحمن حوالي 8 سنين مثلا في كاد ماسترز. وبعد كده يعني ايه، يمكن المشاغل بتاعه الحياه بتخلي كل واحد يروح في اتجاه مختلف. انا برضو كرييتيف دايركتور استوديو 34، لو حد فيكم سمع عنه. احنا بنعمل مجموعه انيشيتيفز واكتيفيتيز ليها علاقه بالكارير ديفلوبمنت، اللي ليها علاقه بالتعليم المعماري والتصميمي في مصر بشكل عام. وعندي مكتب برنسبل ديزاينر ومانجنج دايركتور لمكتب اسمه اي بي اتش اركيتكتس. طبعا يعني انا مش بحط الحاجات دي عشان ابان ان انا جامد وبعمل حاجات كتير، بالعكس انا بحاول اوريكم بس ان احنا لو حد فيكم عنده بلان وحط بلان واشتغل على البلان بتاعته ان هو يوصل لحاجه احسن و to develop his skills او her skills عشان يوصل لبوزيشن احسن، definitely كده كده هتلاقي يعني. بعيدا عن امتى هتلاقي الاتشيفمنت ده وهتلاقيه بصوره عامله ازاي. النهارده هتكلم عن الماركت تشالنجز من وجهه نظري طبعا، وكل حاجه بنقولها النهارده برضو دي من وجهه نظري هي حاجه نسبيه. there is no research، انا عامل ريسيرش في الحاجات دي عشان شغلي اكاديميك، بس there is no aspect بيأكد ان كل حاجه احنا بنقولها هو ده الايديال بتاعها، مفيش حاجه كده. هو it's all about my experience added على الاكسبيرينس بتاعت كريم والي مثلا، added على الاكسبيرينس بتاعت عبد الرحمن مش مهندس يعني، هي تجربه بننقلها لبعض. وديفنتلي يمكن ضمنيا زي ما عبد الرحمن قال من شويه، ممكن لو اكستراكتد حد منكم طلع حاجه اكسبيرينس معينه، وارد بنسبه كبيره جدا كلنا نستفيد منها يعني. مش تشجيعا ليكم وخلاص، حقيقه ده واقع يعني. واحنا حتى في الجامعه اتعودنا عشان نعمل حاجه اسمها interactive learning cycle جوه التوتوريالز او lectures، لازم بندي مساحه لكل الناس اللي بيتلقوا ان هم to share their experience about اي حاجه بنتكلم عنها. هتكلم على 3 حاجات: practical experience، technical experience and soft skills. البراكتيكال سكيلز او practical experience هي حاجه بتتعلموها من الماركت وليها اتجاهات كتير قوي. يعني let's say مثلا
انتوا بتبداوا تنزلوا مع مهندس مثلا تشتغلوا معاه او شركه هتشتغلوا معاه، تبتدوا تعملوا اوبزرفيشن وبتتابعوا البروسيس مثلا بتاعه الكونستراكشن في السايت، او بتتابعوا بروسيس التصنيع في مصنع بتاع فرنتشر، او بتتابعوا حد بيرسم ان شاء الله لوح. البروسيس في حد ذاتها السايكل دي ادد فاليو داخلالك بتبقى اسمها براكتيكال سكيلز، عمرك ما هتقدر تتلقاها الا لما تشوفها بتحصل قدامك وتتجاوب او تنتراكت معاها. يعني مثلا كنت بدرس لكم في الجامعه كنت بدرس لكم كات كام كمبيوتر سوفت ويرز، وكنت بدرس لكم ديزاين ستوديوز، بس في نفس الوقت لما بتخرجوا دلوقتي ديفينتلي مثلا مع عبد الرحمن خدتوا في ادد فاليو مختلف عن اللي كنا بناخدها، حاجات بتتربط بالماركت بتاع الانتيريور او الماركت بتاع الاركتكتشر. لما بنزل السايت وببتدي اشوف المشاكل باخد اكسبيرينس اعلى واعلى. فاول سكيل عايز اكونفيرم على ان احنا مهم نشتغل عليها هي البراكتيكال سكيلز. بس الاول خليني اقول لكم الديفينيشن سريعا بتاع السكيل عشان احنا ممكن نكون بنوظفه غلط. ناس كتير تقول لك ان انت عشان ليتس سي يعني انت عشان بتلعب كرة حلو اذا انت عندك سكيل انك انت تلعب كرة وحريف، لكن واحد تاني لو مؤدي للكرة وناجح فيها اذا هو لا يمتلك مهارة حاليا، which is ده غلط. المفروض ان السكيل هي اي حاجه انت بتقدر تادابت نفسك عليها، يعني بتتعود عليها وفي نفس الوقت بتعملها ديفلوبمنت مع الوقت، فدي مهاره انت بتقدر تثقلها بالمعنى الحرفي او تطورها تتنقل بيها الليفل احسن. كويس. التعريفات كتير قوي انا بدور وبعمل ريسيرش على اللكتشر دي، معرفش الوقت يسمح لنا ولا لا. نفسي صراحه اوريكم دي تيد توك لواحد من اكتر الناس اللي مؤثرين يعني في ماي كارير لايف، واحد اسمه وائل الفخراني. حد يسمع عنه؟ حد سمع عن وائل الفخراني قبل كده؟ اوكي. وائل كان الاكزيكتيف مانجر شركه جوجل في ميدل ايست، وبعد كده بقى اكزيكتيف مانجر لشركه كريم في الميدل ايست، وبعدين عنده قصه لطيفه وكان اي بي ام، طبعا عارفين اي بي ام. فهو عنده تجربه لطيفه، ما اعرفش وقت اللكتشر اسمها ولا لا، هي مدتها 10 دقائق هوبفولي نلحق، لو الوقت ما كفاش هقوم جاري في النص. اوكي. هو هيوطى الصوت دلوقتي، هيوطى. اي ريكومند انكم تحضروا تيد توكس كتير يعني. مساء الخير. اسف انا قطعت عشان وقت اللكتشر، بس انا اي ريكومند انكم لو قدرتوا تدخلوا على تيدكس توك. هي كانت سنه 2010 البانل دي، وكان فيها 2 توكس تانيين سوبر يعني. واحده بتاعت ياسمين الشاوي ليها قصه برضو لطيفه قوي، حصل لها تروماس كتير في حياتها وحققت اتشيفمنتس كتير من خلال مجموعه خطط او بلانز عملتها. وفي واحده تانية بتاعت حد يعني كان بيفايت كانسر وكده ووصل لمرحله ديب يعني صعبه قوي، وبعدين الامور اتحسنت. فاي ريكومند انكم تتفرجوا على التيد توكس دي. وائل الفخراني من النماذج الهائله، النماذج المصريه الهائله اللي عندها اثكس ومورالز، اخلاق ومبادئ ما بيكسرهاش تحت اي سبب من الاسباب. ومدرسه هائله بالنسبه لي، انا لقيته في وقت مناسب. يمكن انا في 2000 مثلا و11 جات لي فرصه ان انا اقابله طبعا، وفي 2012 ادونا زي تريننج وكان هو موجود، وحقيقي فرق جه في وقت مناسب، او كنت لسه بكون شخصيتي وبعدين فرق معايا جامد يعني. بس ابنه كمان حتى اكزامبل هايل قوي، ابنه علي الفخراني عامل متاسف ابلكيشن، شركه يعني زي ابلكيشن بيعمل فيزيكال اناليسز للعيبه الكوره في العالم، ونادي زي مانشستر سيتي ونادي زي مانشستر يونايتد والاهلي طبعا ونوادي عالميه كتير. مش الاهلي طبعا، اقصد ان هو نادي عالمي يعني، انا مش فاهم يعني اهلي او زمالك، بس مش قصدي. انا قصدي اقول يعني ان في مجموعه نوادي يعني اون ديفرنت سكيلز متعاقده معاه، هو شاب لسه ما كملش 25 سنه. فانا بتكلم على المايند سيت والمنهجيه بتاعت الفكر، ازاي بتخلق بريليانت مايندز يعني. باي ذا واي، على ذكر وائل الفخراني لما بيقول حاولت اعمل حاجه صح وبتاع، بدون ادعاء ان الواحد يعني بيعمل حاجه صح في المطلق، بس مثلا افتكر وانا في اكاديميه شروق بدرس في فتره من الفترات، كانت ايام الثوره اللي هي فتره الترانزيشن، المرحله الانتقاليه ما بين الثوره بتاعت يناير وما بين فتره 2014. فيمكن كان في ستودنت عندنا في الجامعه الله يرحمه يعني، هو عنده لوكيميا، وبعدين للاسف ادوا له زي دواء غلط في الجامعه، فالولد اتوفى يعني للاسف
نتيجه الدواء اللي هو ما كانش ينفع مع الكيس بتاعته. بس عشان ما اطولش عليكم باختصار، الاثكس هنا هي اللي بتحركك، المورالز الاخلاق اللي انت اتربيت عليها والمبادئ بتحركك. انا كنت ساعتها بشتغل في الجامعه في اكاديميه شروق، وطبعا طلبوا من مش تقليلا من حاجه ولا تقليلا من المكان، يعني المكان هايل جدا وانا اتعلمت فيه كتير، بس كان في شخص ما كان مصر ان احنا ننزل كستاف معيدين ودكاتره وبتاع، نقف نقول ان الجامعه ما غلطتش في حاجه، وان الولد مات لوحده، وتشيز ده ما حصلش، وتشيز فيه خطا ولازم شخص ما يتحمل عواقبه. وباختصار يعني في بعض الناس ما نزلتش، عددهم قليل قوي، وانا كنت واحد منهم، واترفدت برضه زي وائل كده. اترفدت من اكاديميه شروق، يعني قطعوا ورقتي، كنت انا بارت تايم ساعتها، قطعوا ورقتي، يعني شخص ما برضه دكتور كده كان مصر ان انا لازم امشي، ومشاني فعلا. ولما مشيت سبحان الله، يعني انا بقول لكم دي قصه سريعه تعرفكم انكم لو عملتوا حاجه بمبدا مظبوط عمركم ما هتقعوا يعني. انا طبعا فقدت ثقتي تمام في نفسي، لان انا والدي كان الله يرحمه كان استاذ جامعه، فطبعا حس ان انا فاشل ومفيش رجا مني وكده. فالمهم يعني ايه، مش عشان وائل والله، بس حقيقي افتكرت الموقف دلوقتي. يعني يمكن لو حد مش عارف عذرت الموقف ده، كان دفعتك توخى الله يرحمه صح؟ ف فطبعا اترفدت يعني. المهم بعد ما اترفدت ابتديت بقى احاول استجمع شتات نفسي، وبعدين مع الوقت جه رئيس قسم محترم كويس، شاف اسمها ايه البروفايل بتاعي وعرف اللي حصل، قام رجعني. وبعدين بقى الايام جت واثبتت لي اكتر ان انا لما بشتغل على نفسي بوصل حاجه احسن، فلقيت نفسي جاي لي اوفر من جي سي، وبعد من جي سي قعدت فيها شويه، وبعدين رحت كوفنتري وهكذا يعني. فاللي عايز اقوله باختصار عشان ما اطولش عليكم، ان البراكتيكال سكيلز بتيجي من خلال التجارب اللي انت بتمر بيها، تجارب مختلفه، حتى لو تجارب زي ما وائل بيسميها تجارب ساقعه. ساقعه يعني هي اسم التوك ديسكومفورت اوف كومفورت زون. الكومفورت زون اللي احنا مثلا متعودين عليها، زي مثلا يعني انا شخص متعود ادي محاضرات، فخلاص بدي محاضرات الطلبه فهموا او ما فهموش ماليش دعوه، بس ده this is my job description وخلاص. بس ممكن اخرج بره الكومفورت زون بتاعتي، ان انا انزل اشتغل في الماركت مثلا واتعلم. ممكن حد اصغر مني يعلمني حاجه انا ما كنتش عارفها، بس عادي. you have to deal with this type of people، لان ده بيطورك وبيحسن لك الخطوات بتاعتك. تبتدي واحده واحده تعمل your own business. كل ده في حد ذاته practical experience. طيب في technical experience دي انتوا كلكم عارفينها كويس، كلكم يعني بلا استثناء، لان هي definitely كانت جزء من الكورس بتاع عبد الرحمن. التكنيكال اكسبيرينس هي كبيره، وفي الجامعه بنهايلايت على بعض من حاجات، بس اوفر اول هي بحر ملوش اخر يعني. عشان امشي فيها بسرعه، من وجهه نظري في بيزك تكنولوجيز، في ادفانسد تكنولوجيز، في ماركت نيو تكنولوجيز. ات ديبندز اون يور ابروتش. وانا بشرح هقول لكم احنا ممكن نوصل لحد فين. حد هنا معماري، حد اركيتكتشر؟ طب كم واحد انتيريور؟ كم واحد بره الديسيبلين اصلا وبيشفت؟ اوكي كويس تمام. البيزك تكنولوجيز اللي ممكن تكون موجوده عندنا، انا استعنت باللكتشر دي من صديقنا المهندس الكبير المهندس طاهر سعيد، فاوندر كاد ماسترز. الصراحه السلايد لطيفه، كان ملخص فيها اغلب الحاجات الاساسيه اللي ممكن تساعدك انك انت يعني تبقى تعرف تشتغل في الماركت يعني. بس من وجهة نظري انا الحاجات دي كانت حلوه وانا بشوفها سنه 2005 و2006، كانت بالنسبه لنا انا كده شقاوه يعني، انا كده شقاوه جيلي تمام. بس طبعا اي سي في او بورتفوليو دلوقتي لازم على الاقل يبقى فيه 3 من ال5 دول يعني. اكيد بيبقى في حد يا اما ديزاينر فبيشتغل كاد وات ايفر سكتش اب او ماكس او راينو، ومثلا في راي كورونا اند فوتوشوب. مثلا لو واحد بيشتغل تكنيكال هتلاقيه بيشتغل اوتوكاد وريفت وكل مشتقات الريفت. فاقصد اقول ان ده بقى مطلوب، بس بقى عامل زي بيزكس، اللي هو مثلا كان زمان اللي معاه عربيه مثلا موديل حديث دي كانت حاجه اوبشنال، كان العادي كله ممكن يركب مواصلات، وكان العادي ان كله يجيب عربيات شاهين 28 31 وكده. بس بعد كده بقت الحاجات افوردبل اكتر وبقت افيلبل اكتر، فبقى نسبه اللي معاهم عربيات حديثه قوي اكبر بكتير. فاهمين الفكره؟ يعني if we skipped this part يعني، وان البيزك تكنولوجيز هي حاجه بيزك لكل الناس even if you are gonna يعني to switch your career، او لو انت اوريدي في الكارير الموضوع ملوش علاقه بدراستك، انت تقدر تتعلم يعني سوفت ويرز من غير ما تكون دارس، بشرط انك انت يبقى عندك بيزك باك جراوندز. خلي بالكم ان تون صوتي غريبه شويه، لان انا احكي لكم قصه طريفه يعني. انا صوتي كده على طول، انا مش عيان، انا صوتي يعني اللي مش عارفني هم عارفيني طبعا كويس، بس انا صوتي في المطلق عامل كده من زمان انا طفل، لان والدتي مره كانوا بيبيضوا الشقه وبعدين سابوا سفنجه فيها سبيرتو. انا بحكي قصه حقيقيه والله مش بعمل سكتش يعني. وبعدين مسكت البتاع وانا طفل عندي مثلا 7 شهور بحري يعني لسه، مسكتها ماما بتقول لي احنا شفناك بعدها بقى عمال تعمل
كده. فطبعا هي ماما ما كانتش فاهمه ان دي فيها سبيرتو، كانت فاكراها قماشه. وبعدين مع الوقت اكتشفوا ان انا عملت احبالي الصوتيه، لان انا كنت طفل، فالسبيرتو نزل عمل حاجه في الاحبال الصوتيه. وعايز اقول لكم ان انا قعدت 6 سنين من حياتي ما عنديش صوت خالص. يعني انا كانت ماما بتقول لي ما انت تيجي تعيط كنت بتفتح بقك وميوتد، يعني ما فيش صريخ، هو في عياط داخلي، حزن شديد ده فين يعني، بس عمره ما كان بيظهر في صوره اكسبوزد ساوند يعني. بس سبحان الله وانا عندي 6 او 7 سنين ما اعرفش مره زعقت كان طالع لي صوت شويه. وفضل بقى الدكاتره يعملوا لي زي ادويه كده وحاجات عشان يطلع يظهر صوت بالشكل ده. وبس انا صوتي كده في المطلق يعني. طيب الادفانسد تكنولوجيز، وعمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا ابقى بتكلم قدام اودينس يعني. يعني كنت طول حياتي عندي قناعه ان انا لو اتكلمت في مايك زي ده صوتي يظهر في السماعات اتخض. لان برضو وانا طفل كان حلم حياتي طبعا اتكلم واحس بثقه بالنفس قدام الناس. فكنت عايز اطلع في هل تعلم، فجيت اطلع في هل تعلم اللي هي في المدرسه دي. وبعدين قاموا حاطين قدامي المايك، فانا قاعد طول الليل بعمل ريهرسلز عمال اجرب مع نفسي. فقاعد مع ماما بقى، وبعدين فجأة بقى قاموا حاطين المايك فصوتي قام ظاهر هل تعلم ان، الصوت طلع كده. فكان فزع بقى. يعني عايز اقول لكم يعني مثلا اعتبروا نفسكم طوابير، اخويا بقى اخويا يعني، واصحابه واصحابي في الدفعه نمر بقى كله عمال يضحك. فطبعا عمال ابص في وشوش الناس وانا طفل طبعا، فالواحد اتهز هزه جامده. بس يعني سبحان الله بقيت بتكلم كتير في المايكس. طيب الادفانسد تكنولوجيز، طبعا انتوا عارفين البيم اكيد، يعني خدتوا انتروداكشن عنه. البيم هو جزء اساسي من الماركت بتاعنا بشكل كبير، كريتيف اندستري بشكل عام، ايفن اركيتكتشر او انتيريور او وات ايفر التايب. البيم ومربوط بيه دلوقتي الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز، هم بقى حاجات اساسيه متصله ببعض سواء في سايكل التصميم او سايكل التصنيع. ولو رحتوا اي مصنع كبير، مصانع فرنتشر او مصانع لايتنج في مصر او في الميدل ايست، يمكن في مصر مش كتير بيعملوا الكلام ده، بس في الميدل ايست في عمان وفي قطر وفي دبي في شركات كتير طبقت فكره ان هي تربط البي اي ام سيستمز بالاي او تي. طيب عشان انا بحاول احط اللينك، بحط اللينك بتاع كل حاجه بجيبها في الليكتشر. بارامتريك ديزاين، كم واحد عارف ايه هو البارامتريزم؟ حد هنا حد عارف البارامتر؟ طبعا ما انا عارف، ماشي. انا بتكلم على الاوفر اول يعني. حد عارف ايه هو البارامتريك ديزاين؟ طيب البارامتريك ديزاين هو للاسف حاجه مختزله في مفهومنا احنا، وده مفهوم خاطئ، ان هي السوفت ويرز اللي زي راين وجراس هوبر وكده. في حين ان لا، البارامتريسيزم هو زي الديكونستراكتيفيزم او الديكونستراكتيف ابروتش في الاركيتكتشر. وظهر ده في العالم في فترات معينه، اللي هي التفككيه، العماره التفككيه، اللي هي الفورمز اللي بتشوفوها مكسره. الفورمز اللي بتشوفوها فلويد زي حديد مثلا، او باتريك شوماخر، دي بتكون مثلا فلويد فورمز مستخدمين فيها وات ايفر بارامتريك سيستمز او ديكونستراكتيف سيستمز او مثلا كايناتيك سيستمز. ايا كان التايب بتاع الاركيتكتشر انتربريتيشن، هو بيكون مدرسه او منهجيه انت بتفكر بيها كديزاينر او كحد بيعمل ابلكيشن. بس التول دي قصه تانية. انا بس عايز اماكسمايز قيمه الفاليو اللي تبقى جوه دماغك وعقلك، ومينيمايز قيمه التول. التول اتعلمتها دلوقتي وانت لسه متخرج من الجامعه، او اتعلمتها بعد 10 سنين، وات ايفر اتس تول. يعني انا هسوق عجله، اسوق عربيه، اسوق موتوسيكل، المهم اوصل لك في الاخر وخلاص. كويس. ف I recommend if you're going to learn about parametricism او parametric design process، في جراس هوبر في الراينو ده لطيف قوي، وفي داينامو في الريفت. يعني ده definitely كلكم او يعني خدتوا فكره عنه قبل كده. طيب دي سامبلز للاوتبوتس اللي ممكن تطلع في الفرنتشر بالبارامتريك ديزاين. اكيد شفتوا حاجات شبه دي قبل كده سواء في الاكزيبيشنز او في المعارض. او انا هاخد بقى، انا هجري بسرعه لان لسه ليكتشر طويله قوي قوي، مش قوي يعني. اي ريكومند سوفت ويرز ليها علاقه بالانيميشن تقدروا تتعلموها، لايك لومين اند توين موشن. انا بحاول ادي كبسوله كامله ممكن ازاي نشتغل على نفسنا ونطور ونديفلوب يعني. اوكي، دول اغلب الحاجات اللي انا عندي فكره عنها. الريندرنج والموديلنج، مايا، هوديني، اوتوديسك 3 دي ماكس اللي انتوا عارفينه، سكتش اب، سينما 4 دي، مات بوكس بنستخدمه في الكاركتر ديزاين. بلندر سوفت وير هايله قوي بس بيستخدموه في اوروبا. مودو تبع اوتوديسك برضو، راينوسورس اللي هو راينو، وزي براش بيستخدموه برضو للشخصيات اللي هي الكاركتر بتاعت السينماتكس وكده. ودي ريندرنج سوفت ويرز برضو لطيفه. طيب الماركت نيو تشالنجز هي الحاجات اللي ظاهره جديد
بقى لها مثلا اكتر من 10 سنين في الماركت، وديفنتلي هي مكمله فتره، هتكمل فتره طويله يعني. اولهم فكره الاوجمانتد رياليتي والميكسد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. يعني كلنا بنسبه كبيره بقينا فاهمين يعني ايه في ار واي ار، صح؟ عشان بنشوف العاب جيمز لاولادنا او في اماكن في المولز بيبقى فيه تحط السكرين اللي هي الاوكيولوس ريفت مثلا وتبتدي تنتراكت بقى جيم يعني. ده في ار بالمعنى السطحي طبعا اللي هو الجانب الترفيهي بتاعها. بس الفي ار دخلت بشكل امبيدد قوي في عمليه التصميم وعمليه البرزنتيشنز، وشركات كتير بقت معتمده عليه. وفي حاجه ميكسد ما بين الاثنين اسمها ميرجد رياليتي او ميكسد رياليتي. دي حاجه هايله قوي بقى، تبقى انت شايف الحاجه قدامك وفي نفس الوقت بتنتراكت جواها. المحاضره ممكن تكون ممله يعني، لان انا بحاول قد ما اقدر اسقط معلومات كتير فيها. لو زهقتوا قولوا لي هسكيب على طول. يونيتي وانريل انجن من اشهر السوفت ويرز اللي ممكن تتعلموها، اللي ممكن تطلع اوتبوت في ار واي ار وام ار ميكسد رياليتي. اي ريكومند بادلي تو ليرن انريل انجن، حلو قوي. يونيتي كويس برضو، بس انريل انجن سوبر يعني. حد سمع عنه؟ سوبر، حلو، برافو. طيب ال 3 دي برينتنج والماشين ليرنينج هو ده اللي بكلمكم عليه بتاع الاي او تي. يعني لو حد هنا ميكانيكال انجينير كويس، بالظبط، بيبقى في سي ان سيز وفي 3 دي برينترز وما الى ذلك. بس النيو تكنولوجي هي الروبوتك ارمز اللي بتتحرك اوتوماتيكلي بسيستم باي اي هيجي دلوقتي ارتفيشال انتليجنس. فانت بيبقى دورك انك بتمونيتور وبتضيف على البروسيس. ما بقتش انت جزء من البروسيس زي قبل كده. لما انت كنت بتبقى جزء من البروسيس بتبقى اكزوستد ومستنزف. لكن دلوقتي you can develop your own skills عشان تقدر توصل لحاجات احسن. ودي فكره التكنولوجي في العالم بتتطور. يمكن لما اجي هنا عايز اقول هايلايت اكزامبلز قويه قوي عندنا في مصر. عندنا نماذج مشرفه جدا زي صلاح في الكوره، بس هم في مجال الاركيتكتشر والديزاين. مثلا ناس، انا عمري وانا في الجامعه عمري ما كنت اتخيل ان حد يشتغل في مكتب زي حديد، او حد يشتغل في مصري يعني، او حد يشتغل في مكتب رينزو بيانو، او حد يشتغل في مكتب انا ازاي نسيت اسمه، عايز اقول نورمان فاستر، نسيت نورمان فاستر. عندنا نماذج مصريه هايله. شريف طرابيشي ده كان زميلنا في كاد ماسترز وبيدرس معانا راين وجراس اوبرا، دلوقتي بيشتغل في فوسترز اند بارتنرز في لندن. في خالد العشري ده برضو حد شاطر جدا. وخالد وشريف طرابيشي وداوود، ثلاثه مصريين، الثلاثه سوبر بريليانت مايندز يعني، عقول فذه الصراحه. الثلاثه عاملين يونت عند نورمان فوستر. يعني حد سمع عن نورمان فوستر قبل كده؟ طيب نورمان فوستر ده يعني مش عايز اقول ذا جاد عشان الكلمه ما تتفهمش غلط، بس يعني هو الاب الروحي بتاع الاركيتكتشر مجازا في العالم دلوقتي، زي ريم كولهاس كده وفرانك لويد رايت، او حسن فتحي في عمارتنا القديمه. ف اما يبقى ثلاث شباب مصريين عندهم كومبوزيشن ومشاركين وبيأثروا في منظمه او مؤسسه كبيره زي نورمان فوستر، دي حاجه كبيره. تمام. هو انا طالع في القناه الثالثه ولا ايه؟ ده حاجه عاديه صح؟ اوعى اكون في ميديا ولا حاجه. فالفكره كلها ان احنا لما بنتعلم يو نيفر نو بالمعنى الحرفي انت ممكن تروح لفين. لان انا افتكر وانا في الجامعه كان في معيدين بيقولوا لي انا كنت بلعب كوره في نوادي ومقضيها كوره يعني، فكانوا يقعدوا يقولوا لي في وشي كده، ابص في وشي بدون انت عمرك ما هتفلح. انت ما كنتش بلبس بقى طاقيه ونضاره ساعتها، فكانت الاورا بتاعت التاثير عاليه. يعني لما كان بيجي يقرب من عيني او ما بتقرب من عيني كانت بتستحوذني. يعني تقول لي على فكره انت فاشل بتاع كوره، عمرك ما هتوصل لحاجه، انا مش هقعد ادسكاس معاك عشان انت فاشل كده، وبعدين تسيبني بقى لخيالاتي وبتاع. بس اكتشفت مع الوقت ان لا، يعني ممكن ما بقاش فاشل عادي، ممكن اشتغل على نفسي، حتى لو انا كنت فاشل ساعتها ممكن ابقى كويس. المهم، فالماشين ليرنينج هي خطوات احنا بنعلمها للماشينز عشان توصلنا لمباني كامله مبنيه بالكمبيوتر. I hopefully يعني you can dig deep في حاجات زي دي. انا ليه بقول لكم الكلام ده النهارده؟ وارد ما نتقابلش تاني، بس قلت يعني ايه اقول لكم كل حاجه عندي you can dig deep in your research يعني في كل حاجه. بوينت كلاود هو تكنيك في العالم دلوقتي. لو حد هنا درس مساحه او حد ليه علاقه بالسيرفي، احنا بنرفع مساحه بتوتال ستيشنز وكده، بس في العالم دلوقتي بقى في تكنيكاليتيز اعلى، يقدر بدرون يعمل رفع مساحي المباني ببوينت كلاودز نودز، فالمبنى يطلع كانه 3 دي اكسبوزد بكل الداتا بتاعته من خلال بقى ايه
ماشين كده هو بيثبتها زي كده وتبتدي تطلع كل الانفورميشن. طيب اخر حاجه عايز اتكلم عليها، كلكم يمكن جربتوه ده بقى، ده كان حاجه كول قوي يعني، اكيد كلكم جربتوا ميد جورني واي اي كم واحد جرب هنا؟ ماشي يا احنا لا لازم تجربوا بقى. الاي اي او الارتفيشال انتليجنس هو عباره عن علم موجود بقاله حوالي اكتر من 60 سنه، بس ما حدش كان بيتعامل معاه لان كانت التكنولوجيز لسه ما ظهرتش. حاليا التكنولوجيز ظهرت كويس. اللي انتوا شايفينه قدامكم دول حاجات عاملها واحد مصري اسمه حسن رجب. برضه على فكره والله العظيم يا جماعه المصريين عاملين بالمصري باللغه بتاعتنا عاملين جلبه بره، جلبه جامده يعني. يعني في كل حته كل مثلا اخش ادور على حاجه الاقي في حد جامد في حته، بس احنا للاسف ما بنشوفش غير تمونتو بس. يعني احنا الميديا ما بتهايلايتش غير على انتش واجري والهيافه دي. لكن ممكن ما يعني انتوا بقى دوركم انكم ايه توسعوا الدايره حوالين نفسكم وكده وبتاع. المهم الاي اي السامبلز اللي قدامكم دي عباره عن كي ووردز انت بتديها للكمبيوتر بيفكر معاك يطلع الحاجات دي. بدل ما احنا كنا زمان بنقعد نموديل بايدينا وبتاع ونبني، دلوقتي اقدر ادخل للكمبيوتر انفورميشن يطلع لي اوتبوتس. This is يعني النموذج بتاع الميد جورني ده او البرنامج اللي اسمه ميد جورني هو اضعف سوري يعني في الاكسبريشن، هو اتفه برنامج بيستخدم اي اي تكنولوجيز. في حاجات ادفانسد قوي بنكتب فيها كودنج وبنكتب فيها ايكويشنز بتطلع حاجات معقده ومتكامله. يعني بدل ما انت بتقعد تصمم المبنى سبيشال كواليتي وفورم فانكشن ام اي بي ستراكشر اركيتكتشر ديفرنت اسبيكتس ان ذا سيم ايكويشن، لا ده بقى بتدخل له المعلومات طلع اوتبوتس حاجه سوبر يعني. you have to dig deep and search about Midjourney. Midjourney هو البرنامج اللي بيطلعوا بيه الحاجات دي midjourney.net I think. ولازم تعملوا اكونت على حاجه اسمها discord.com. دول التو ويب سايتس اللي هتحتاجوهم مش هتندموا هتدعوا لي هتتبسطوا يعني. حسن رجب انا حاطط انفورميشن عنه. حسن باي ذا واي كان صاحب خالد عشري، بس حسن دلوقتي في منهاتن في امريكا وخالد في لندن، بس كلهم ليهم ديب امباكت في الماركت. طيب سوفت سكيلز بقى حاجات كول يعني بدل وجع القلب ده. اوكي سريعا في شويه سكيلز من وجهه نظري بحاول اقولها دايما للناس اللي يعني بديهم محاضرات سواء في الجامعه او بره، عشان شايف ان دي فرقت معايا وفرقت مع ناس كتير ان حطيتهم في حته مختلفه. الجوب سكيلز ازاي انت تابروتش شغلانه انت شايف انك ممكن تفيد فيها. ليدرشيب سكيلز ودي مهارات لازم تتعلمها عشان لو اتحطيت في سيتويشن بقيت تيم ليدر تعرف تتعامل مع الناس من غير ما يبقوا منفورين يعني تبقى انت اوفنسيف او حاجه. organizational skills هي ازاي تقدر تتعامل جوه منظمه باختلاف السكيل بتاعها. يعني منظومه لو احنا تيم من 5 غير اما نبقى تيم من 20 غير اما نبقى مالتي ناشونال كومباني شغالين في حتت مختلفه. واللايف سكيلز اللي هي بقى ازاي انا ابتسم في وشكم وانا بتكلم، ازاي انتوا ما تبقوش متضايقين من القعده والتكتيفه، كلها اكسبيرينس بتاعت لايف يعني. سريعا بقى بصوا دي كلها عباره عن ايه؟ تيبس اند تريكس كده. define your goals logically كلكم عارفينها، دي حاجه بيزك اكيد كلنا عارفينها. اوكي find a career coach or mentor ودي اهم حاجه في الدنيا. انا يعني زي كده معاك كان زمان وانا بحفظ قران كان يقول لي شيخ العمود ده هو اللي هيعلمك. كان في انيشيتيف جميله قوي اسمها شيخ العمود قعدت فتره بتتعمل بس بعد كده اتوقفت يعني. كان بيبقى ليه انفلونس قوي عليك وهو بيكلمك لانه مش بس بيحفظك قران او مش بيديك معلومات في الدين، هو ليه ديب امباكت على شخصيتك ان هي تكون شخصيه سويه. فعلى مجالنا بقى لازم في منتور، حد انت شايف ان هو الموديول ده مناسب جدا ليا، الرول موديل ده هيوصلني لحاجه كويسه في الاخر. فديفنتلي يعني محتاجين تحددوا كارير كوتش ومنتور. طبعا انا كنت بقول دايما للناس يا جماعه اللي عنده مشكله يسالني. يعني مثلا ما بحتاج حاجه بكلم كريم يبعت لي مثلا حد بتاع رخام، يقوم باعت لي حد بتاع رخام من عنده. هو لا هيخس لما يبعت لي بتاع الرخام بتاعه وانا اعمل بيه شغلانه واقول له يا كريم انا عملت شغلانه انت لا، يعني اكيد ده مش هيحصل يعني. اقصد اقول ان الناس لازم تبقى مور انتراكتيف مع بعضها وتبقى متفاهمه ان مجالنا ده الناس بتكبر مع بعض. امبارح كنت في بانل ديسكشن في حاجه اسمها جلوبال انتربرينورشيب ويك، كان تبع السفاره الامريكاني. الهدف منه ان يجيبوا مجموعه ناس عملوا كولابوريشنز مع بعض قبل كده، والموضوع كان جميل جدا لان بان حجم التفاعل وحجم النتائج. فاي ريكومند ان احنا نسبورت ايتش اذر يعني. انا بخلص خلاص يا عبد الرحمن، انا بخلص بص مروحه
انت جاي عشان تقول لي خلص. how to motivate yourself I think يعني اللكتشر اللي فاتت كانت ممكن تكون بتتكلم عن كده. watch online tutorials تجربه استثنائيه، فكره انك ما تبقاش سبون ليرنر، انك تتفرج على tutorials حتى لو انت ما بتعرفش تفهم التوتوريالز. انا جربت ده وجاب نتيجه استثنائيه، زي فيلم مثلا انت بتحبه هيفضل معلق في ذهنك المشاهد بتاعته، غير فيلم بيعدي عليك اللي انت بتحبه عشان بتشوفه كتير وبتشغله وقت ما تكون زهقان او بيأثر فيك او حاجه، يعني بيفضل حتى لو انت مش فاكر تفاصيل بيفضل مؤثر. فواتش اونلاين توتوريالز هايله. طبعا حاولوا تقروا كتير لان احنا فقدنا الباشن بتاع القرايه، فالبلوجز والمانيوالز والبوكس دي حاجه فاليو كويسه ممكن نحافظ عليها. حاولوا بقى تحضروا كونفرنسز سيمينارز اند ايفنتس حاجه زي كده، دي بتوسع دايره التفاعل وبتوسع دايره الانتراكشن، وكل ما بتفتح النتورك بتاعتك كل ما الاوبورتيونيتيز بتاعتك بتعلى. كويس؟ يعني انا نص الشغل اللي كتبته في الاول ده عرفته كله باي نتوركينج، يعني اللي هو حد شافني فيكلمني يقول لي على فكره انا شفت ما تيجي تعمل كذا، اقول له اوكي كده. يعني اقصد ان النتوركينج حاجه لطيفه وكويسه. schedule daily practice sessions دي بتبقى جميله قوي بقى لو حد جربها قبل كده، انك انت يبقى في يوميا عندك practice session بتقعد مع نفسك او مع حد انت بتثق فيه وتشوف الاتشيفمنتس بتاعت اليوم او الاسبوع. يعني انت بتبداها monthly، بعد كده weekly، بعد كده daily لو انت ليفل الوحش. مفيش اعلى من daily عشان ما نافورش يعني. gradually بقى improve difficulty، انت gradually بتطور من السكيلز بتاعتك. فانا مثلا زمان كنت بخاف ان انا اتكلم انجلش قدام اودينس، انا ما كنتش بعرف قوي وبتكسف، وبعدين الناس قالت لي انت ليه موتر نفسك؟ هو انت ايرلندي ولا انت عشان لابس طاقية تبقى انت خواجه؟ ما انت مصري، ما تتكلم hey guys I would like to introduce myself، ما تتكلم يا عم كده. انت يعني ليه موتر نفسك ان انا لو ما اتكلمتش نايل تي في هبقى وحش؟ ما تتكلم يا عم. انت فاهمين اقصد ايه؟ يعني انت gradually you will improve your skills. انا افتكر اول ما رحت الجي سي كنت لسه ناقل من الشروق، فالشروق احنا بنسمي القصص كتير صح؟ معلش. كنت في الشروق اكاديميه الشروق كنا بنسمي مندوب الدفعه، سبحان الله، مندوب الدفعه يساوي مندوب الدفعه. في الجي سي مندوب الدفعه ايكوال ريبريزنتيف، ولازم يتقال مش ريبريزنتيف، لا ريبريزنتيف لايك ريبريزنتيف. فطبعا اول ما دخلت عليهم الجامعه بقول لهم فين يا جماعه هنا مندوب الدفعه؟ فطبعا اللي هو تاجر بغال. فطبعا دخلت دخله غلط، لقيت بقى حفله اتعمل عليها حفله في التوتوريال، يعني قعدوا يقولوا لي لا بص هو اسمه ريبريزنتيف كده. طبعا الناس دي كلها بقوا اخواتي واصحابي بعد كده، بس قصدي اقول ان الاكسبيرينس نفسها كانت مهمه واتعلمت. انا ما كبرتش عادي، يبقى انا محتاج ان انا اشتغل على حاجه معينه عادي جدا. يبقى عندك 40 سنه 50 سنه وتقعد تتلقن من حد اصغر منك معلومه عادي. انا عن نفسي انا عادي وشايف ان هو حاجه عاديه في المطلق يعني، والعكس طبعا صحيح. اوكي انرول ان كورس، كل ما بتخش في كورس كل ده ما بيكسر ايجو unconsciously بيتكون جواك. يعني انا مثلا يعني بعض من الناس في الماركت، بعض من الناس حفنه من البشر غصب عنهم لانه بيبقى surrounded by ناس جامده قوي، فاوتوماتيكلي لما بيجي يتعامل مع ناس مختلفه الايجو بيطفح على اللي قدامه غصب عنه. هو مش عشان هو وحش، هو عشان بيبقى انا جامد، فانا بتكلم معاك مش قادر ابص لك قوي، اخاف اتعص قله. يعني انا عايز اتريق على الموضوع بس مش عايز اتريق على الموضوع. انا عايز اقول ان قيمتك يعني اللي بتحددها الناس، مش انت بتحددها لنفسك. يعني انا مش عشان انا ركبت عربيه جامده ولا بقيت بتكلم مش عارف طريقه معينه ولا بقى بعمل وبسوي وبحط صور كتير ابقى انا كده بقيت جامد، لا خالص. قيمتك بتتحدد بالفاليو اللي انت بتقدمها والناس بتستفيد منها ولا لا، ودورك فاعل ولا لا. بس دي من وجهه نظري ومن وجهه نظر المطلق في العالم كله. باي ذا واي لو حد فيكم سافر اي حته بره هتقعد تتنطط قدام الناس، بقول لك ايه ما تقعدش تتنطط زي الجلد كره الجلد كده. انت بتعمل ايه؟ كذا، خلاص اقعد. طب انا هندي مش مهم، طب انا درزي مش مهم، طب انا لا مله مش مهم، لان هو بيركز على اللي قدامه. ف try to enroll in a course every now and then. حاولوا كل شويه تدخلوا اي كورس لان ده جميل. انا جربته قبل كده بيخليني اقعد اسمع اكتب تمام من غير مكابره، يعني اللي هو احساس ان انا اصل انا خلي بالك انا سيرتيفايد انستراكتور اوتو ديسك، فاللي انت بتقوله ده عدى عليا يعني عارفه لا عادي يعني انا مش عارف فاهمني والله. والكلام ده اتعلمته بالهارد واي، يعني اتعلمته ان انا اتحركت في مواقف وناس بينت لي قدام نفسي انك انت لا ما تعرفش حاجه.
يعني عايز تسمع اسمع كده يعني. فبشجعكم قوي زي ما انتوا عملتوا، برافو عليكم انكم to enroll in a courses every now and then. Creativity and attention to detail. والله انت هتحدفني بحاجه اوعى يكون زي بتاع العراق كده اللي هو اتحدف بجزمه ده. creativity and attention to detail. ازاي مثلا انتوا كديزاينرز او اركيتكتس او انتيريور اركيتكتس عينيكم تلقوا التفاصيل، هتدخل التكييف والجريلات والاضاءه والتوجيه والاورينتيشن يعني عينيكم تلقط بعض التفاصيل تخليك تحلل. انا بتكلم هنا على حاجه تكنيكال يعني تقدر تحلل تفاصيل في شغلك اكتر. انا هنا دخلت في حاجه ادفانسد جوه مجالنا اكتر، اللي فاتت كانت جينيريك ماشي حاجه عامه كده. كريتيكال ثينكينج طول الوقت يبقى عندك كريتيكال ثينكينج، وفي كتب هايله للكريتيكال ثينكينج. الكريتيكال ثينكينج اللي هو ازاي تبقى من المنهجيه اللي بتنقد الحاجه بتاعتك بتديفلوب فيها عن طريق النقد. النقد اللي هو الشيك، مش نقد مرتضى منصور يعني، النقد اللي هو الديسنت يعني. انا تقريبا ممكن مرتضى منصور زمان يطلع لي سيديهات قديمه او حاجه. انا بحبك يا استاذ مرتضى جدا عشان لو انا طالع في القناه الثالثه او حاجه. كمبيوتر سكيلز سوفت ويرز طبعا كلكم يمكن اتعلمتوها او بتتعلموها او شغالين عليها which is a big value from my perspective، لان العالم دلوقتي كله كمبيوتر سكيلز و سوفت سكيلز. مانجمنت سكيلز دي مهمه جدا. لو انت يعني انا عندي مشكله في المانجمنت، انا بعترف عندي مشكله في المانجمنت لان انا عامل زي الاخطبوط ده كده وعندي حاجات كتير، بس انا عشوائي يعني عشوائي جدا، فللاسف بيفوتني وبيقع مني حاجات كتير نتيجه عدم التنظيم. ودي حاجه المفروض الواحد يشتغل عليها كل فتره، وانا بحاول اشتغل عليها بقى لي حوالي 8 او 9 سنين يعني. ما عملتش بيها حاجه، لا بحاول اشتغل بجد عليها. سيرتيفيكيشنز انتوا طريقه التعامل مع الشهاده في مصر ليها وجهين يعني. انا لما جيت اشتغل في كاد ماسترز ما كنتش سيرتيفايد. انا باي ذا واي حاجه غريبه قوي، انا ذا اونلي سيرتيفايد انستراكتور ان ذا ميدل ايست فور تيتشنج سكتش اب اند في. وما حدش يسالني ازاي عشان ما اعرفش ازاي يعني. انا ولا جامد ولا اجمد واحد، ممكن مثلا عبد الرحمن يدرس سكتش اب احسن مني، بس انا رحت امتحنت في حته كده قال لي مبروك كسبت كرة ذهب كده، عارف اللي هو قال لي مبروك انت السيرتيفايد انستراكتور الوحيد مش عارف ايه. قلت له حقيقي؟ قال لي اه والله. قلت له انا كده همشي يعني يبقى طالع مني حاجه كده الناس شايفاها؟ قال لي اه انت جامد هبل يعني. فنزلت طبعا بدي اللكتشرز بقى، كنت في البدايه فرحان بالموضوع، فاخش مثلا على 3 بني ادمين قرايبنا كمان مش ناس على فكره انت ذا اونلي سيرتيفايد. يا ابني انت اهبل، ما خلاص ماشي I'm the only certified. انت عبيط يا ابني. في البدايات انت بتبقى ماكسمايز قيمه الشهاده قبل ما ماكسمايز قيمه الفاليو اللي دخلت ورا الشهاده، which is ده اللي صح. احنا الكتاب السماوي اللي بينزل لنا يعني باختلاف الكتاب هو نبراس او منهج بنمشي عليه، هو العبره في التطبيق والفاليو كما كلمه الدين والمعامله، ولكن مش العبره ان انا ماسك المصحف في ايده او ماسك البايبل في ايده او وات ايفر اللي انا ماسكه ومش بطبق منه حاجه، فانا كده بلوز الفاليو يعني. خلي بالكم انا هنا انا احمد شخص بينقل معلومات عارفها ولكن لا يدعي تطبيقها كلها. انا باكد انا لا ادعي ان انا بحقق كل الحاجات دي. انا انسان مواطن طبيعي زي جمال عبد الناصر، اعود الى صفوف الجماهير اؤدي دوري كاملا كده يعني، فاهميني؟ انا مش حاجه مميزه يعني. كوميونيكيشن طريقه التفاعل والتواصل. اكتف listening. اكتف listening ازاي تسمع بطريقه اكتفلي تاخد فاليو من اللي بيتقال. بروبلم سنسيتيفيتي ازاي تتعامل مع البروبلم بطريقه كويسه. انا لازم اقفل دلوقتي وفي شويه معلومات حلوه لازم تتفرجوا عليها. فيجن، لازم يبقى عندك فيجن للمستقبل. كرياتيفيتي ازاي تبقى كرياتيف. الكرياتيفيتي بتيجي من مجهود كتير قوي، بتعتمد في مجالنا مثلا على الفيجوال ميموري وانك بتستقي معلومات من كل الناس وبتتعلم and then تطبخ وتطلع اوتبوت. لكن اذا بقى للاسف يعني، وللاسف في مدارس ضخمه موجوده في الماركت بتعمل كده، يبص يطلع لان الانترنت والحاجات دي بقت بتعرض كتير، فدي من وجهه نظري منهجيه غلط، وللاسف بتكشف كده يعني. بتكشف كده. عارف تكشف امتى؟ لو جبت حد من الناس دي يتكلم، قول له خد كده اتكلم على حاجه تكنيكال من اللي بتعملها، هيقول لك يعني احنا، وهيبتدي بقى يتكلم في حاجات موتيفيشنال وحاجات ان انا بدات ببيع جرجير وبعدين فجاه بقيت ببيع خاص وكده. وجهه نظري ان الكرياتيفيتي بتيجي من انك تشتغل على نفسك، بس تشتغل على نفسك فتبقى كرياتيف، عندك دايما جديد لانك بتطور في نفسك، فاللي عندك هيبقى غير اللي عند الناس.
flexibility ازاي تبقوا flexible، حاطط شويه معلومات من وجهه نظري مهمه. scheduling ازاي تتعاملوا مع different schedules. calendar management. delegation ازاي لو احنا تيم نوزع على بعض التاسكس. goal oriented وهكذا. diligence ماشي. problem solving. مره واحد وانا بدي اللكتشر دي قال لي انا بعد اللكتشر دي انا كده اخش الجنه، انا كده خلاص بقى انا بقيت ديناصور يعني تنين مجنح مفيش حاجه ناقصه. احنا ليه بنماكسمايز الداتا؟ عشان لو عملنا منهم 4 5 يبقى حلو قوي، صح؟ احنا بنغطي كل حاجه. بروبلم سولفنج. بادجيتنج بقى ده ليفل انا محمد كل ما بزيد كل ما الليفل بيعلى. ازاي بقدر اعمل بادجت لمشروع واحد سلمك فيلا ولا سلمك بيت وسمر هاوس تدخل كده تلف فيه هيكلفك مقايسه 9 مليون جنيه بجد مش بهزر يعني ده بجد. ويبقى مثلا 9 مليون دول ابافر افريج مثلا 200,000 ولا 100,000 ساعتها تبقى انت معلم. هي يعني ريفرنس يعني انا بقول اي حاجه. كودز والبيلدينج ستاندردز ضاعت قيمتها للاسف نتيجه تدريسها بشكل خاطئ في الجامعه. في الجامعات بيتدرس بطريقه المنهج العلمي للاسس التصميميه والمعايير البوهيميه في الرؤيه المعماريه عن طريق الكنافه والشعريه، يعني لا غلط. انا لازم ابقى فاهم ان الكودز والبيلدينج ستاندردز هي كونسيدريشنز انا بحطها جنبي وانا بديزاين. هعمل سبيس مثلا ليتس سي وابتدي اراجع كونسيدريشنز هل بيحققها ولا لا، طب حواليها ولا لا، طب في فيتال ميستيكس ولا لا. فمن وجهه نظري دي بصراحه حاجه الناس بتهملها عشان ما فيش ضوابط بتحكمها، ودي حاجه عيب اثيكال يعني. المفروض ان احنا نطبق الكودز من غير ما حد يدور ورانا. مش قصدي اقول ان الدوله مش هي الدوله اللي بتدور طبعا بتنفذ كل حاجه صح، بس انا قصدي ان ايه يعني وارد ان يبقى في شورتج في بعض الحاجات. انا هتهبس بعد البتاع دي. هاو تو ميك سكيلز ستاند اوت بقى دي شويه ايه معلومات عامه، ودي ستادي دخلت في وشي كده لطشتني. بيقول لك ان 20% من العاملين جوه القطاع الكريتيف بتاعنا في يو كي انجلترا الاسترليني يعني 25 يعني 26 فلوس. قال لك على 2030 هيبقوا اندر كواليفايد فور ذير رولز. يعني انا هبقى قاعد على 2030 داخل انا اقل من اني انا يقبلوا يسيبوني في الشغل، ولازم اديفلوب نفسي. فديفينتلي زي ما بقول لكم لازم نشتغل من بدري على السكيلز اللي فاتت عشان ده في يو كي مش في اي جي ماشي. الموضوع ده ادفانس. طبعا الهارد سكيلز اند سوفت سكيلز اللي اتكلمنا عليها. الديجيتال فيوتشر انا هنا كاتب الحاجات الديجيتال فيوتشر لسه شارحها انا من شويه، وهنا حاطط بتاع 10 11 حاجه. بتواجه نفسك اللي هو الراجل اللي هو الاصلع ده اللي هو عايز مش عارف ايه تقعد بقى تواجه نفسك كده. Are you artistic? Can you visualize the result؟ مش عارف كده. Are you creative؟ دي بتبقى حلوه في الاخر بطريقه طبعا مش هزليه، بطريقه جد يعني انك انت تبتدي زي اي بحث بتعمله بتعمل في الاخر زي كويستشنير كده او بتعمل حاجه بتدرس بيها اللي عملته. فاقعد بقى واجه نفسك كده. وده كتاب هايل والله. Are you oriented detailed oriented person؟ communication skills اخبارها ايه؟ problem solving creativity. شكرا. انا نسيت حاجه، لو في اي اسئله I'm so sorry ده نسيت. لو حد عايز يسالني على اي حاجه انا تحت امركم. براء اوكي شكرا. If you joined here to Crazy Design, you are the one of the 1% craziest. Welcome home.